بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. مباراة الأهلي وبيراميدز في الأسبوع ال11 في الدوري المصري. الأهلي بيعود للمشاركة واللعب على استاد القاهرة. المباراة إن شاء الله تقام على استاد القاهرة الساعة 7، تنقل على قناة أون تايم سبورت، القناة الصوتية الأولى مدحت شلبي، القناة الصوتية الثانية محمد الكوليني. المباراة بتحكيم أجنبي بقيادة الحكم البولندي شيمون مارتشينياك، حكم نهائي كأس العالم. الأهلي بيدخل المباراة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن الزمالك بنفس رصيد النقاط 24 نقطة. الأهلي جمعهم من لعب 10 ماتشات، كسب 7 واتعادل 3. لعبوه أحرزوا 17 هدف ودخل مرماهم 5 أهداف. بيراميدز يدخل المباراة في المركز الرابع برصيد 20 نقطة، جمعهم من ال10 ماتشات، كسب 6 اتعادل 2 واتهزم 2. لعبوه أحرزوا 14 هدف، دخل مرماهم 6 أهداف. كل التوفيق للنادي الأهلي النهاردة، ويقدر يفوز بالمباراة ويوصل للنقطة 27، يرجع لمكانه الطبيعي تاني في المركز الأول. كل التوفيق للنادي الأهلي ولاعيبة النادي الأهلي، ويستعيدوا ثقة جماهيرهم ويرجعوا لمستواهم الطبيعي بإذن الله.